ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. دوت اول سحور ليا في رمضان. في بيتي، يعني مش اول سحور طبعا هتسحر، لا في بيتي. علشان طبعا انا من اول رمضان لحد دلوقتي لسه اول يوم ده سحور ليا مقضياه هنا في البيت. طبعا زي ما انتوا عارفين بقى جوزي بيبقى مسافر وكده، فقلت بقى لا لازم اعمل له بقى سحور ملوكي بجد. قبل كده ما تتفرجي على الفيديو يا ريت تنزلي حطي لايك وتكتبي لي كومنت حلو شبهك تحت، وتشتركي في القناة لو انتي لسه جديدة، والناس القديمة انتوا فوق راسي ومنوريني. بس هنبدأ الفيديو. بصوا بقى يا جماعة، انا طبعا الاكل طبعا يعني بيبقى فيه ملل بصراحة في السحور، ان هو مش كل يوم هنقعدوا نعمله ونسوي. يعني عادي ممكن نقضيها سندوتش جبنة، ممكن نقضيها زبادي كده، او يعني سندوتش جبنة عشان الواحد اصلا ملوش في الزبادي. ف اللي هو ايه، يعني مش كل يوم هنقضيه حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. ولا كل يوم هنقضيه بقى اللي هو ايه جبنة زبادي، يعني فاهمين انتوا مش على الروتين بالظبط. انا بس عملت كده عشان طبعا دوت اول يوم كده جوزي جاي فيه من السفر، فانا بصراحة قلت يعني ايه اظبطه بس مش اكتر. فقالت بطاطس، تمام، وهتشوفوا بقى معايا بقية الفيديو. قولوا لي بقى انتوا عاملين ايه في الصيام. وطبعا اصلا الصيام الواحد مش حاسس بيه بصراحة خالص، يعني الواحد مش حاسس ان هو بيبقى جعان ولا عطشان زي كل سنة زي العادة يعني. ولكن يعني ربنا يعني يطرح بركة في الوقت بجد، لاني الوقت بيجري بطريقة فظيعة. انا مش عارفة ليه الوقت بيجري كده بجد، اللي هو بصحى من النوم بجري حوالين نفسي، انا مش ملاحقة اعمل حاجة. يعني مش عارفة اخلص عباداتي ولا اخلص اكل وشرب فاهمين انتوا. وبعدين اللي معايا برضو بيبي صغير، بتفرق برضو كمان كتير قوي يعني معايا بصراحة. يعني الوقت بيفضل يلف حوالين نفسه حقيقي يعني. فربنا يعني يدينا على قد تعبنا، بالذات الستات يعني والله. وطبعا عشان الرجاله طبعا ما تزعلش، طبعا برضو ربنا يديهم على قد شقاهم وتعبهم، لان برضو هما بيتعبوا يعني جامد يعني في شغلهم. يعني والله يا جماعه مفيش حد بجد في الدنيا اللي احنا فيها دي مفيش حد بيتعب غير اكيد لما هيلاقي حاجه كويسه باذن الله. فان شاء الله خير. يعني انا كبسمه هو بعمل اللي عليا. انا عارفه ان انا مقصره شويه وكده، بس على قد ما بقدر بعمل اللي عليا، بصور بنزل فيديوهات. برضو التصوير مش سهل، وتنزيل الفيديوهات برضو مش سهل، والمونتاج وكل الحاجات دي بتاخد وقت وبيبقى عايزه وقت. فوالله انا على قد ما بقدر بعمل وبسعى، فربنا يديني على قد ما انا بعمل، يعني على قد ما يعني ايه ما بلاقي مجهودي، فاهميني. لان انا يعني زي ما بقول لكم، انا واحده مش قاعده في البيت، وقاعده عند ماما 15 يوم وباجي في بيتي 15 يوم، فاللي هو ايه مفيش وقت اعمل حاجه. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين انا فتحت علبه تونه وظبطتها كده، بحط عليها مايونيز وفلفل اخضر ساعات وبصل اسمه ايه ملح وزيت زيتون بيديها طعم حلو جدا، وبقلبها وبس كده. وكمان بقى عملت خيار، قطعت خيار ويعني ظبطت الكلام. وانا بوريكم هنا بقى انا ايه كنت بكمل خيارية كده. طبعا يا جماعه السحور حلو عايز فلافل، يعني من غير كلام ومن غير وجع قلب كتير. سحور ملوكي لازم فلافل لازم. على فكره يا جماعه هي مش بتعطش خالص 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 في السحور، بالعكس عادي جدا، يعني كانك اكله فول عادي ما فيش. طبعا اسفه على صوت يزن والدوشه اللي هو عاملها. مش عايزه حد يعيب على شكل الطاسه، على فكره كل مصر عندها نفس الطاسه دي، ويمكن انا اصلا بتاعتي كمان نضيفه والله، انا بغسلها وبنضفها اول باول يعني. ولكن هي طبعا كانت تيفال واتقشرت وكده يعني، بس لكن انا بغسلها اول باول، واللي في الزيت ده مطرح البطاطس فقط لا غير. يعني انا ما قلتش حاجه غير البطاطس وبعد كده الفلافل.
الفلافل يا جماعه بالطريقه ديت هايله بجد، يعني بنحط لها بضايه كده بس ايه، كانت عايزه تتبطط شويه اكتر يعني. واللي بحطه من فوق دوت سمسم. طب بالله عليكم بالله عليكم انتوا يرضيكم اللي حصل دلوقتي ده؟ يعني انا بشهدكم يرضيكم اللي حصل ده؟ الحمد لله اللي هي جت على قد كده. وانا بعدت يعني اصلا عن الزيت، بس الحمد لله يعني. لان انا اصلا كنت لسه قبليها برضو ملسوعه لسعه جامده من السمك. وقبليها برضو بفتح علبه السمنه صبعي اتقطع، يعني انا مش عارفه، حوادث، انا اسمي حوادث اصلا. وهنا بقى يا جماعه جبت الجبنه القريش وحطيت لها شويه زيت وشويه شطه، ممكن تحط لها شويه زيت وشويه طماطم وخيار. وممكن تحطوها شويه يعني جبنه كده، وعليها مثلا بيض مقلي، بتبقى خطيره قوي والله بجد. الجبنه القريش طبعا او الفلاحي او بتسموها زي ما تسموها، والله يا جماعه ليها فوائد جامده جدا وحلوه والله جميله. طبعا اللي ما بيحبهاش زي حالاتي انا والله العظيم بحبها بالطريقه ديت، اللي بهرسها كده وبحط عليها بيض مقلي او بحط لها شطه. وطبعا السحور لازم فول، فانا عملت الفول حطيت له ملح وفلفل لازم احط فيه فلفل اسمر او اسود. وبحط بقى بظبط الملح بتاعه، وبحط عليه طحينه وزيت بس كده، وفي الاخر بحط ليمون. شكرا. ده طبق الفول واللانشون بقى والجبن والحاجات دي. ده كان سحور النهارده. إيه. وطبعا لازم طبعا نسخن العيش دي اهم حاجه في الاكل اساسا. بس يا جماعه، وده كان نهايه الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب.